دكتور، احنا خليني اخد من حاجه حضرتك قلتها الحلقه اللي فاتت، وهي ان حضرتك قلت لي لما بيكون كتله الجسم من 30 ل 35 بنقول للمريض يعمل تكميم، اكتر من كده يعمل كل العمليات. تمام. هل التكميم هي العمليه الاخف؟ وايه الفرق بينها وبين التحويل المسار؟ بالظبط، هو ده سؤال حلو قوي الحقيقه يا هشام. التكميم وتحويل المسار. التكميم انا ما بعملش حاجه اكتر من ان انا بقلل احساسك بالجوع، وبقلل زي ما قلنا الريزرفوار، المكان اللي بيشيل الاكل، وبالتالي انت بتاكل قليل. لكن انا ما غيرتش اي حاجه في الفسيولوجي بتاع جسمك. الفسيولوجي اللي اتغير طبعا في حاجات اتغيرت، بس كلها عباره عن شويه هرمونات كانت بتسبب لك الجوع، والهرمونات دي انا بدات اسحبها من جسمك. فده تغيير مطلوب، انا مش محتاج اكتر من كده. فعشان كده عمليه التجميل تعتبر العمليه الاسهل. عمليه تحويل المسار انا بقلل كميه الاكل اللي داخله، وبقلل الامتصاص بتاع الجسم. فنقدر نقول ان التكميم انا اقدر اتحكم في وزني، يعني اقدر انزل زي ما انا عاوز، وعند نسبه معينه هقدر اوقف النزول دوت. لكن في تحويل المسار العمليه بتنزلك غصب عنك لحد مسافات معينه. فمن 30 ل 35 عمليه تحويل المسار هتنزلك اكتر من اللي انت محتاجه، ما اقدرش اعملها لك. فعشان كده عمليه تحويل المسار بنخليها من 35 وانت طالع في البي ام اي. هنتكلم بالتفصيل بقى عن ايه الفروقات بين الاثنين، لكن ده الفرق الجوهري الاساسي، وده احنا ماشيين على رولز عالميه محطوطه، احنا مش احنا اللي بنحطها، دي نتيجه ابحاث كتير اتعملت.